اشهر 10 كدبات في مصر. احنا بسم الله ما شاء الله مشهورين قوي ببعض الجمل التلقائيه اللي بنقولها منا نفسنا كده، بس احنا لو دققنا فيها هنلاقي ان احنا اصلا كدابين فيها. الكدبه الاولى اللي هي 5 دقايق واكون عندك. مبدئيا 5 دقايق واكون عندك لما حد يقولها لك اعرف ان هو اصلا لسه نايم، لسه لا قام ولا كل ولا شرب ولا لبس علشان خاطر 5 دقايق واكون عندك. الكدبه الثانيه ودي بنقولها لما بنيجي نبيع ويشتري مع بعض، اللي هو خلي يا باشا. لا هو مش هيخلي ولا حاجه، لان هو لو خلى انت هتخليه يعد اسنانه، فطبيعي انت اول حاجه تفكر تاخدها منه هي الفلوس، يبقى يخلي ازاي؟ الكدبه الثالثه يا معلم وهي كلمه احنا بنشتري الراجل، ودي لما تروح تتقدم لواحد بنشتري الراجل وكل حاجه، بس ساعه القايمه هنعمل لك قايمه تخليك تبقى راجل بجد. الرابعه بقى مرتبطه بالكدبه الثالثه، اللي هو انا عايز بنتكم يا عمي بشنطه هدومها، وفي الاخر الجواز هتبص علشان الستاير. الكدبه الخامسه لما تقابل واحد وانت كنت حريرا يقول لك كنت لسه هكلمك، طب ما كلمتنيش ليه؟ الكدبه السادسه مرتبطه بالكدبه الخامسه على فكره، اللي هو ما كنت سامع الموبايل. ازاي ما كنت سامع؟ المفروض ان الموبايل فيه جرس، المفروض انك شفت الرنات، فدايما يقول لك ايه لا ما كنتش سامع. معلش. الكدبه السابعه لما واحد ياخد رايك في حاجه، طقم كده ولا حاجه لايقين على بعض قوي، وما لايقين ولا زفت، انت بتقول له كده عشان تريح دماغك. الثامنه بقى انا هعمل دايت واخس، ودي لما يكون في واحد عاوز يعمل دايت ولا حاجه، هو فعلا بيعمل الدايت بس بيخربه بالليل. التاسعه ودي كدبه صريحه، الجو في مصر معتدل صيفا. لا والله هو لا معتدل صيفا ولا دافئ شتاء، احنا اصلا مناخنا مناخ صحراوي، فالمفروض ان الجو عندنا جهنم صيفا زمهرير شتاء. بالعشرة بقى يا معلم، ودي بسم الله ما شاء الله كدبه مميزه قوي، اللي هو اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. بحكم خبرتي اقول لك انا لسه جاي من بعدين ومفيش حد مرتاح هناك والله.